في احتفالات أعياد الربيع على قناطر إدفينة وفي مجلس مدينة مطوبس الجهة المقابلة لقناطر إدفينة على نهر النيل فرع رشيد. هناك الاحتفال مستمر على قناطر إدفينة، يشمل الاحتفال مطوبس محافظة كفر الشيخ وإدفينة مركز رشيد محافظة البحيرة في تعاون مثمر بين الطرفين وبين مجلس مدينة رشيد ومجلس مدينة مطوبس. وفي هذا الاحتفال المستمر كان لنا هذا اللقاء مع الأستاذ سليم أبو شريف نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس للحديث عن الاستعداد للاحتفال بعيد الربيع على أرض مجلس مدينة مطوبس في قناطر إدفينة. أنا بوجه الشكر في البداية للمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس للتوجيهات المستمرة في جميع المجالات، مش بس الاحتفال بس، في المشروعات وكل ما يهم المواطن الفقير في الاحتياجات اليومية ونزوله بنفسه لحل أي مشكلة موجودة على أرض الواقع. أما بالنسبة للاحتفال إن شاء الله هيكون يوم من أجمل أيام السنة. الاحتفال ده هيكون على قناطر إدفينة ناحية مطوبس أمام ميدان الزعيم سعد زغلول على القناطر، وسيبدأ الاحتفال من الساعة 8 صباحا حتى نهاية اليوم، عبارة عن فقرات جميع الإدارات كما سبق أن تحدث سيادة الرئيس عنها. جميع الإدارات ستشارك فيه ابتداء من الأوقاف، الشباب والرياضة، التربية والتعليم، الجمعيات الخيرية، وكل الاحتفال بيكون مؤمن تماما أمنيا. وندعو الجميع للمشاركة مش بس في مدينة مطوبس أو مدينة رشيد الجهة المواجهة، على مستوى محافظة كفر الشيخ، لأن المكان يعتبر أجمل مكان على مستوى المحافظة. مكان له صفة تاريخية وهي صفة البسمة. ميدان سعد زغلول قناطر إدفينة مش موجود في أي مكان تاني في المحافظة. كل الشكر للأستاذ سليم أبو شريف نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس على هذا اللقاء المثمر في احتفالات أعياد الربيع على أرض مطوبس محافظة كفر الشيخ. شكرا.